جبت بخاط فروج هون، ما بعرف شو، بس انه جبت بخاط فروج. شوف شو بدي اعمل فيهم. خليني احطهم بالفريزر وافتح معكم باقي الاغراض. والله ريتشو جاب كثير شغلات بتخص الدايت على فكره. في حدا هنيك من اللي بيشتغلوا سألوا ريتشو على قسم الدايت وهيك قصص، طلعوا على مكان الدايت وهيك شغلات. هلا هاد لريتشو، هذا خالي مسكر هيك، وجبت هاد للولاد أعملهم بالبيت ولا مرة جربته. هلا أنا بعرف هذا في منه بتجي مكنة بهيك مقطعة مطلع، عرفتوها؟ اللي بتطلع هذا الشكل، عرفتوها؟ بس ما عندي اياه بصراحة. هذا بجيب لها اياه لمريم جاهز أنا. نعمل ليش لا. في عنا هذا خليط الشوكولا، صراحة ولا مرة مجربته أنا. هيك إنه كيك جاهز وكذا وأنا حاطط إنه بس بيض وحليب ومي. ما مجرب. خلاص ريتشو بدي أحطه لوحده، ننسى هذا ريتشو. الملح مفتوح والله الكيك. جبت كاسة لحتى أعمل للولاد. وهذا ريتشو الكاتشب، هذا الكاتشب دايت. خلينا نحط اغراض ريتشو لوحدهم. دول إلنا، هذا للولاد، دول لإلنا. ما ريتشو ما حط شرب. طيب جبت كمية أكتر للموضوع الحليب مع حليب. تعرفوا إني العيلة كبرت، الولاد بدهم هدول لسند وميرو، وعادي فيني أعطيهم للولاد، مو إنه ما فيني أعطيهم لا، بس جبت كذا شي. جبت شوكولا وفريز وحليب، موز وحليب، وجبت تفاح، وجبت كمان هون بالفانيلا. الولاد هدول كبار، هدول صغار يعني، بس الواحد بيشرب منه. جبت هون بالحليب هذا المايونيز لريتشو كمان. شوفوا هذا شكله، مشان عم دور على مايونيز لايت، مايونيز اسمه هذا. اوكي هاي عم بشتري على مايونيز ريتشو. وجبت توست كمان سندويش مثلا جبنة وشوكولا يعني هيك. هذا حليب، هدول كمان للولاد. هاي هاي غيرتهم انا صح. هدول هيك للولاد. هاي بعد فكرتوا شربة ريتشو حنحطه بالبراد. والله طيبة، بكرة بشربها لمريم. مريم بتحب المانجو. هلا هاد كمان دايت ريتشو جابه. والله بدي اشوف شكله. هي دخلت ضفري من جوا، هي ما خبرتكم. شوفوا شلت اظافيري كلهم، انا شلتهم. مريم بتحب المانجو. هلا هاد كمان دايت ريتشو جابه. والله بدي اشوف شكله. هي دخلت ضفري من جوا، هي ما خبرتكم. شوفوا شلت اظافيري كلهم، انا شلتهم. انه كان شاني اثنين بصراحة صار يعني منظرهم بشع، شلتهم. لو بيجوا هيك ظروفي محلي منخفض للسعرات الحرارية. والله فيهم منيح. انه ريتشو ما عم سكر ابدا ابدا، ما عم يقرب. كمان هذا الكورن فليكس قلت للولاد. في عندي جبت لهم هدول اللي ايام بيحبوا هدول كمان. هذا البانكيك هون الشيبسات ما بيطلعون، بدي اطلع هون البسكويتات اللي جابهم ريتشو عشان اعزلهم. هدول لأنه مو ريتشو. والله جايبه منيح. هادي ما تخرب بيناتهم، ما مبينين. هادو انا مرة جايبه منيح. ما مبينة شلون هون ركزانة.
كمان رح احط كل اغراضه هون عشان ما يقدر يسألني وين اغراضي وين اغراضي. ها هاد كمان. بكرة بركي بعمل له هذا الشوكولا الكيك. هاي هذا كمان الأغراض ريتشو هدول لإلنا. بس بدي أحط هدول هون ما رح يحسوا شي. خليني أحضر هاد السارة إنه هاد السارة بابا حبيتها. خليني أحطهم بالصالة بكرة. ولا شو بكرة أنا وريتشو طلع على الجيم بياخدوا. مبسوطة ماما؟ مبسوطة حبيبي؟ انت عم تحضري مسلسل لوحدك؟ طيب يلا حضر الغطسة بما انه ريتشو رح يطلع على الجيم. حضر الغطسة برجع اقعد مع ماما نحضر مسلسلنا. شو صرتي؟ يا خيو يا عمري قلتلك هديك رواق. اليوم قعدنا شربنا متى برا ما في نص ساعة. ما تنشرب متى برا يا بنتي على الباب. ايه غير هيك فرطت. واجوا الاولاد شلت كل عدة اللي كانت موجودة برا. هلا احلى كي متى؟ ولا انا على بالي والله. خلينا هاد كم غرض وهون كمان. وي جبت هاي كمان. صحيح فرجتكم اياها هنيك. كثير حبيتها والله. شكرا منظومة كمان. شوفوا لا بأس. هلا انا ماني مجربته بصراحة. جبت منه الشوكولا. جبت منه الشوكولا فبكرة بس افتح للولاد دوق منه. بس يا جماعة انا اكلت هيك كثير بحب هاي الفاصولية. صح انه اكلنا وهيك بس فتحت البراد شفتها قدامي اشتهيت. حرجع سخن منها اكل لقمتين اليوم. ان شاء الله طرح بركة بهالفاصولية. مدري ليش انا حاسة اللحم فيها كثيرة. قلتلكوا انا من قبل انه انا اللحمة الناعمة كباب باكله بس بالطبخ ما كتير يعني بصراحة. بس قالولي انه كباب اوكي. سخنهم يسخنوا وحطهم بهاد السهرة مشان نروح نسهر. ما رح طولهم بالسهرة لأنه بكرة قلتلكوا عنا فيقة بكير مشان الأولاد. قولوا أنا حالتين دفي بكير الساعة 6:30 يعني مشان مريم. صندوق بكرة ما بدي ابعته. خليه يطيب مظبوط لأنه الساعة ما عم تحلى عنه فبدي يطيب على الآخر. مريم سألتها ماشي حالها يعني مو مثل سند. بس سند سألتها قوية شوي.